السلام عليكم اصدقاء، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. بعد البيت اللي سجلاته الجيش الملكي ضد الاهلي المصري، جدل كبير حول صحه ضربه الجزاء في الاستوديو التحليلي ديال بي ان سبور. نخليكم مع اللقطه وانتم حكموا في التعالي. بتعوض الجيش الملكي عن الظلم اللي حصل له في المباراه اللي فاتت قدام النادي الاهلي. ضربه جزاء اولا من خيال الحكم، اللاعب بص ايد ديانج فين يا احمد، يعني لا تكاد تكون ملتصقه في جسمه، لا بس مش موسع جسمه. بس لمست ايد ديانج احمد لا ايوه لمست ايده، بس ايده فين؟ ايده فين؟ دراعه فين؟ لا هي ما كانتش ثابته في الاول. دراعه فين؟ هو دراعه جنب جسمه، ما كانش ثابت في دراعه الاول. جنب جسمه. اوكي بس ما كانش ثابت. خبطت في دراع. القانون بيقول ان لو ايده متوسعه او بره مكانها الطبيعي في الحاله دي بتتحسب ضربه جزاء. لكن التصويبه كانت هنا الفضيحه الثانيه انا يعني ده الفضيحه دي اقل كلمه تتقال على الحكم بصراحه. موقف انما انا زي ما بقول لك الاساس هو تعويض نادي الجيش عن اللي حصل له المباراه اللي فاتت. مباراه قلت لك هتبقى صعبه على النادي الاهلي. هنا بص اللاعب وهو بيسدد كام لاعب داخل منطقه الجزاء؟ لا كل لعيبه الاهلي والجيش. لو حصل ان كوره اتصدت او ضاعت لابد ان هي تتعاد يا احمد. دخلت جول يعني. هو عدم وجود الفار بس. شوف اللي جاب اللي سجل الهدف ماليش علاقه باللي سجل يا عزيز، ماليش علاقه باللي سجل، ماليش علاقه بالقانون. بيقول لو حد دخل منطقه الجزاء الهدف يلغى. الفريقين دخلوا منطقه الجزاء. مين دخل الاول في منطقه لاعبي الفريقين؟ كل الفريق الاهلي دخل المنطقه. لعبه الفريقين. بص يا احمد انا خلينا في الحاله الاولى. الحاله الاولى ما تحسبش ضربه جزاء ابدا. فضيحه يعني اقل ما يقال ان هي فضيحه. ولو الحكم خد قرار سنعود لهذه اللقطه طبعا وضربه الجزاء. لو الحكم خد قرار مش مستحيل هيعيد. اذا مشاهدينا طبعا تقدم لفريق احمد. ما تحاولش ان انت تعمل حيادي يا احمد، انت ما تحاولش تعمل حيادي، انت معلق. طيب. انت المفروض انت مقدم، ما تحاولش تعمل حيادي وتروح ناحيه الجانب الاخر عشان ما يتقالش ان انت مصري. اذا كابتن وائل يعني طبعا التقدم لفريق الجيش الملكي بهدف دون مقابل. نتواصل مشاهدينا حول هذه المباراه ولكن بعد فاصل قصير. الاصدقاء، كانت هذه هي اللقطه ديال الفيديو ديال اليوم. كيف ما سمعتوا المحلل المصري كيقول لك باللي اللقطه ما كانش كتستحق ان الحكم يعلن عن ضربه جزاء، ولكن المحلل المغربي اكد باللي ان ضربه جزاء صحيحه 100%. انت كمشجع ولا متتبع لكره القدم، واش بصح القرار ديال الحكم كان صائب ولا القرار ولا التحليل ديال المحلل المصري وائل جمعه هو اللي كان صائب؟ ما تنساوش الاخوان تخليو لايك للفيديو، وما تنساوش تخليو ليا الاراء ديالكم في التعاليق. والا كنتي مشترك في القناه مرحبا بك، اشتركوا وفعلوا الجرس باش ديما يبقاو يوصلك الجديد. ان شاء الله في راسكم، نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. الى اللقاء.